تعال نشوف ازاي نقدر نطلع ريندرز قوية زي اللي موجودة قدامك دي على الشاشة باستخدام الدي 5 ريندر. الدي 5 زي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن ريندر انجن بيتم استخدامه في الريل تايم ريندرنج. للوهلة الأولى لو بصيت على الصور دي هتحس إن هي معمولة بالفيري أو الكورونا، بس الحقيقة إن احنا نقدر نطلع نفس الكواليتي دي باستخدام الدي 5 ريندر بكل سهولة وبكل بساطة. أول حاجة بعملها قبل ما أخش على الدي 5 ريندر هو إني أتأكد إن أنا خلصت تقريبا الديزاين بتاعي. تاني حاجة بتأكد إن كل الأوبجكتس بتاعتي عليها خامات، وكل خامة موجود عليها اليو في ماب بتاعها او المابنج بتاعها يكون مظبوط، عشان ده بيسهل عليا الشغل جوه الدي 5. في التوتوريال ده هنتعلم ازاي نستخدم الدي 5 مع 3 دي ماكس فقط، مش هنحتاج ان احنا نلجأ لللايبرري بتاعة الدي 5. هيتم معاملة الدي 5 كأنه ريندر انجن زي الفيري والكورونا. لما بتأكد ان الفايل بتاعي دلوقتي بقى جاهز بخش فوق والاقي عندي ستارت وببدأ الدي 5 ريندر. بتظهر لي القائمة دي ومنها بختار نيو بروجكت، ومن هنا بضغط على اكس وواي وبضغط اوكي. هنستناه شويه صغيره بحيث ان هو يبدا ينقل الداتا على الدي 5 ريندر. اول ما الفايل يدخل معايا بالشكل ده هتلاقي ان الدي 5 ريندر بدا يتحرك معايا زي ما بتحرك جوه الماكس بالظبط. من قائمه الاوبجكت هقفل الترين عشان ما تاثرش عليا وانا شغال جوه. وطبعا في 3 مود للحركه جوه الدي 5، هختار منها الفلاي ودي هتخليني اتحكم بالاروس الدبليو والاي والاس والدي، وابدا انزل جوه الفراغ بالشكل ده. من اف 2 بقدر اخلي الدي 5 لو كواليتي لو حسيت ان الفايل بيهنج معايا شويه، واف 1 برجعه تاني باث تريسنج لو انا حابب اخليه هاي كواليتي. طبعا الصوره الخلفيه دي اول حاجه هعملها ان انا اخش على الصور اللي فيها خلفيه او اللي انا حاططها باك جراوند للاوبجكت، ان انا اعمل لها انفيزبل فروم ري تريسنج، هتلاقيها موجوده فوق بالشكل ده. بعد ما امسك الاوبجكت دي هتسمح لي ان الاضاءه والشادوز تبدا تخش جوه الفراغ بالشكل ده. الحاجه الوحيده اللي هنحتاجها من اللايبرري بتاعت الدي 5 هي خامه الكيرتن، عشان ساعات بتحصل فيها مشاكل لما بتبقى موجودة من على 3 دي ماكس. اخش على قائمة الاسيتس، هجيب اكتب كيرتن، هختار الماتيريال دي من هنا اللي هي كيرتن 3. طبعا لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان في مشاكل عندي في الموديل، هقول لك ازاي ممكن نبدا نحدثها دلوقتي ونظبطها. والاقي ان انا عندي يو في مش مظبوط دلوقتي. كده الماتيريالات دي نزلت معايا. بعد كده من الاي دروبر هحطها على الستاره بتاعتي، هلاقي الستاره بتاعتي بقت بالمنظر ده. بعد كده هقف عليها ومن هنا هضغط على انفيزبل فروم ري تريسنج. الحاجه التانية والمهمه اللي بعملها اول ما بنزل على الدي 5 ريندر ان انا بمسك كل اليمنت متعرف عليه الماتيريال بتاعته وابدا احطها في التمبلت بتاعها عشان افهمه ان الماتيريالز اللي جايه من الماكس هي دي الماتيريالز اللي انا محتاج اشتغل عليها في التمبلت بتاعها. يعني مثلا هتلاقي الستاره هنا محطوطه في قائمه الفوليج. الفوليج دي غلط، المفروض تتحط في قائمه الكلوث، عشان كده هتلاقي الريفليكشنز بتاعتها او هتلاقي الاوباسيتي بتاعتها زادت تاني. نفس الكلام هروح على السرير وهخليه في قائمة الكلوث، وكل الاوبجكتس بتاعتها هحطها في مكانها برضو. ده كلوث، نفس الكلام كلوث، نفس الكلام هحطها على الكلوث. طب لو انا قابلتني مشكلة زي دي ومحتاج ان انا اصلحها، الموديل داخل في الحيطة زي ما انت شايف كده، هرجع تاني على ال 3 دي ماكس، هلاقي ان الموديل جوه الحيطة. هجيب التوب واحركه ناحية اليمين شوية، وبعد ما بحركه بروح تاني على قائمة الريلود واضغط عليها سينك واستنى شوية. حلو قوي كده. هرجع تاني ابص على الموديل، هلاقي الموديل بتاعي مظبوط. يلا بينا نعمل سين. هتحرك طبعا بالكاميرات بتاعتي واشوف انا عاوز اخد سين عامل ازاي. من عند الكاميرا هفتح الكليبنج وازود الكليبنج بتاع الكاميرا بحيث ان انا لما اقف في مكان وازود الديبث اوف فيلد شوية او الفيلد اوف فيو، وخليني مثلا اخد السين ده بالشكل ده على الكاميرا، او من F8 هضغط عليها عشان تخلي الباراليل بروجيكشن. يلا بينا نظبط الخامات اللي مش مظبوطه بقى قبل ما نظبط الاضاءه. هروح تاني على الماكس واشوف ايه المشكله اللي موجوده في الماتيريال بتاعه السقف. لو جيت بصيت على السيلينج هنا هلاقي ان اليوفي بتاعه صغير جدا، محتاج ان انا اديله يوفي مظبوط. هحط عليه يوفي وتعالوا نخليها نص في نص في نص، وهقول لك ازاي نعالج التايلنج ده على الدي 5 ريندر. هعمل ريلود تاني واستنى شويه. الجميل بقى في الدي 5 ان حتى لو في تايلنج موجود كده ومكرر بشكل سيء، وانت بتظبط في الخامات بتاعته تقدر تشتغل من على اليو في راندومايزيشن او اليو في راندومايزر وتفعلها، هتلاقيها ظبطت معاك التايلنج اللي موجود فوق.
وتقدر تعمل لها ستريتش وتقدر تكبرها وتقدر تصغرها زي ما انت حابب. وطبعا تقدر تتحكم في الرفنس وتقدر تزود فيها وتقلل فيها زي ما انت عاوز، وده كله وانت شغال في الخامات بتاعتك. اليوفي راندومايزر ده هيديك الاوبشن ان انت تقدر تتحكم في سكيل الخامة زي ما انت شايف كده. لو ما ظبطتش هنحتاج نخش على الديفيوز ونبدأ نقفل الانديفيدوال يوفي مابينج في كل الحاجات اللي احنا شغالين بيها. وتعالوا نجرب نسترتشها مثلا للنص، هتلاقيها بتكبر معاك وهتلاقيها بتصغر معاك زي ما انت شايف كده. بس طبعا احنا محتاجين نكبرها وهنخليها تقريبا 5 5 5 في 5 تقريبا. والسبيكولر كمان نقدر نتحكم فيها. طبعا لو قللت الرفنس على الاخر الريفليكشن بيزيد، ولو زودت الرفنس شوية الريفليكشن بيقل. وانا هنا سريعا هبدأ اظبط الخامات بتاعتي. هروح مثلا على خامة الخشب وابدأ اشوف الخامة بتاعتي مظبوطة ولا لأ. وفي ميزة جميلة جدا في الدي 5 برضو، اقدر من هنا اعمل تكست انهانسر، وده باستخدام الاي اي بتبدأ تعلي لي كواليتي الخامة. لو لقى ان هي محتاجة ان هي تزيد في الريزولوشن بيبدأ يقول لي ازودها لك، هقول له مع اتفضل زودها لي مش مشكلة. وبعد كده هو بيبدلها وبيحط لي خامة الريزولوشن بتاعها بيكون اعلى. ومن هنا كمان دي فابريكس فهحطها في كلوث. والجميل برضو في الدي 5 ان انا برضو اقدر اتحكم في سطوع الخامة واقدر اغير لونها بكل سرعة وبكل سلاسة وانا شغال. طبعا انا اخليها في الجراي زي ما كانت موجودة. ومن هنا اقدر اتحكم في النورمال بتاعي عامل ازاي. وانا سريعا هبدأ دلوقتي كده اظبط الخامات بتاعتي بحيث ان انا اكمل شغلي على طول. لما تكون عندك خامة زجاج في الدي 5، لو انت مش عاملها شيل على الماكس ممكن تمسك خامة الزجاج وتبدأ تفعل حاجة اسمها الثيكنس دي بتلاقيها بتظبط لك الريفليكشنز وبتخلي الريفليكشنز واقعية اكتر. وكمان تقدر تزود السبيكولر وتبدأ تقلل السبيكولر زي ما انت حابب. انا بخليها في المعقول. هرجع تاني واقف على سين واحد، نبدأ بقى نشوف ازاي نظبط الإضاءة بتاعتنا دلوقتي. اهم حاجة وانت شغال ما تنساش تعمل سيف. يلا بينا بقى دلوقتي اعرفك ازاي بعمل الاضاءة بشكل احترافي وشكل بسيط جدا على الدي 5. انت عندك اكتر من اوبشن تقدر تعمل بيه الاضاءة على الدي 5. الجيو سكاي، ودي هتلاقي فيها الشمس باتجاهها تقدر تدخلها وتقدر تشتغل بيها زي ما انت حابب. وهتلاقي عندك ال HDRI برضو تقدر تدخلها معاك زي ما انت حابب. في الابديت الاخير للدي 5 هتلاقي في حاجة اسمها الباث تريسنج. الباث تريسنج بيخلي الإضاءة ريل وواقعية جدا. يعني مثلا لو ضغطت على ديسبلاي ومنها ضغطت على اكوميليت هتلاقي ان الإضاءة بتحسب حساباتها وبتطلع لي النتيجة بتاعة الريندر اللي انا ممكن اشوفه. طبعا في حاجات كتير محتاجة تتظبط. بارامترز الشمس هتلاقيها لاسعة، هتلاقي الإضاءة الخارجية مش واضحة معايا بشكل كبير. اللي انا هعمله دلوقتي هو اني همسك الجزء ده وهحاول من البيس كولر ماب اضغط على مور سيتنجز، وبعد كده هبدأ اغير الصورة دي بحيث ان هي يبقى الاكسبوجر بتاعها اقل وتبان معايا جوه الانتريور بتاعي. وطبعا لو عايز اعدل مكانها هرجع تاني على الماكس اعمل لها موف وبعد كده ارجع تاني اعمل لها ريلود. بس انا مش هعمل كده دلوقتي، انا هرجع تاني على السين بتاعي واشوف انا هشتغل على ايه. انا بحب اشتغل جدا بال HDRI. ال HDRI الديناميك رينج بتاعها بيكون عالي. ولو جيت بصيت دلوقتي كده من غير ما اعمل اي حاجه دي الاضاءه اللي انت ممكن ترندر بيها. وطبعا كستارت بوينت وتوفير للوقت مش معقول جميل جدا تقدر تشتغل بيه. بس انا مش هعمل كده برضو. خلينا نخش على HDRI ومن الارو ده هتلاقي كاستم، وانا بحب اشتغل بالالتيميت سكاي، حاجه يكون فيها لون ازرق شويه زي دي كده بالظبط. هعمل سين جديد وابدا اظبط السين ده لحد ما اوصل لنتيجه انا عاوزها. لو ضغطت على مور سيتنجز هنا هتلاقي عندك حاجتين، السكاي لايت والباك جراوند. بسرعه كده، السكاي لايت هي الاضاءه اللي جايه من الشمس، الباك جراوند هي الخلفيه بتاعه ال HDRI. كل ما ازود السكاي لايت كل ما الاضاءه جوه السين تزيد. بمعنى كل ما ازود السكاي لايت
كل ما الاقي الاضاءة الزرقاء دخلت معايا جوه المشهد، وكل ما ازود الباك جراوند كل ما الخلفية او كل ما السما تظهر معايا بشكل واضح جوه المشهد. دي انت بتبدأ تظبط فيها لحد ما توصل لسويت بوينت كويسة تشتغل عليها. هرجع تاني للستيم بتاعي، انا محتاج اعلي شوية الاضاءة بتاعتي وابدأ اعمل روتيشن واشوف ال HDRI بتاعتي ممكن تأثر عليا في ايه وانا شغال. هلاقي ان الجزء ده هو اعلى قيمة ليها. طبعا انا مش عايزها تجيب لي اللون الموف ده، خليها بعيدة شوية. تعالوا نجرب HDRI تانية مثلا، دي كويسة، ما يغركش ان هي مظلمة شوية، لا بتتظبط. تعالوا نجرب نشوف لايت، تعالوا نجرب نعمل روتيت بالظبط كده. انا هبتدي كده كويس جدا، وبعد كده هشغل الصن. اول ما ادخل الصن هديلها الروتيشن اللي انا عايزه، وبعد كده هديلها انتنستي قليلة جدا ولتكن 0.5. تعالوا نعمل روتيشن برضو بالشكل ده، تعالى نزودها ل 0.1 ونجرب نعمل accumulate. انا بتحكم بالتمبريتشر بتاعة الصن، انا اخليها على 6000 او على 7000 في الجزء ده، وهخلي الشادوز بتاعتها على 10 بحيث ان الشادوز تبقى سوفت شوية. بس اتجاه الشمس مش عاجبني، محتاج ان انا اغيره، فانا هخليها تيجي بالشكل ده على 200 مثلا. وبعد كده هعمل accumulate واشوف الاضاءة ممكن توصل معايا لايه. حلو جدا. بعد كده بخش على قائمة effect، ومن قائمة effect بقى في الاوتو اكسبوجر، وببدأ اظبط الاكسبوجر بتاعي ان انا اوصل للنقطة اللي انا عاوزها. وبعد كده كل ما اوصل لنتيجة مظبوطة ببدأ اعمل ابديت. ومن هنا كل ما ازود ده كل ما الهايلايتس تقل، وكل ما ارجعه كل ما الهايلايتس تزيد. طبعا انا بختار قيمة تكون مظبوطة، تقريبا بخليها نص. والشادوز كل ما تزود الشادوز كل ما تخلي الدبث بتاع الصورة فلات شوية على حسب الصورة بتاعتك، وكل ما تقلله كل ما تخلي الشادوز كبيرة. انا اخليها قيمة برضو في النص. ومن هنا تقدر تزود الهايلايتس، تقدر تنقصها زي ما انت عاوز. طبعا تأثيرها بيبقى بسيط جدا، لازم تبقى واخد بالك منه. ولو شفته هتلاقيه ظاهر هنا عند الستارة. طبعا الستارة انا حاسس ان هي منورة قوي. ممكن من البيس كولر نحاول نهديها شوية، وانا بحب ادي شوية كروماتيك ابريشن. وبعد كده هدوس اكمليت اشوف الحسابات بتاعتي وصل لفين. دلوقتي انا تمام، الاضاءة الكي لايت مظبوط، وعندي هنا دايركشنال لايت حلو قوي. خلينا نعمل ابديت. لو جيت بصيت على الارض هلاقي ان السكيل بتاعها كبير. ممكن اخش على الماتيريالز بتاعتها واخلي دي الستريتش 1.5. لو ما ظبطتش معايا زي ما اتعودنا على البيس كولر ماب، هخش اقفل الانديفيدوال. نفس الكلام في النورمال، نفس الكلام في الرفنس، واخلي التايلينج 1.5. هتلاقيه اتغير معايا تمام زي ما انا عاوز بالظبط. طب لو انا عايز اظبط السبيكولر بتاعها والرفنس، ممكن اقلل شوية الرفنس. طب لو الرفنس بتاعتها مش مظبوطة، ممكن اخش على البيس كولر ماب واخدها كوبي وارجع احطها في الرفنس. هو بالاي اي برضو هيبدأ يديني ريفليكشنز واقعية جاية من الماب بتاعتي بالظبط. ومن على ديسبلاي او من F4 اضغط على accumulate وابدأ اشوف حسابات الارض، يعني بنسبة كبيرة كويسة. بس انا ممكن ازود رفنس بشكل ما، مش عاوزها تبقى كبيرة قوي كده، واخلي السبيكولر تقل. حاسس ان الكاميرا محتاجة تنزل شوية، او محتاج ان انا اشوف البروبورشن اللي انا هشتغل عليه. ممكن انزلها شوية وارجع تاني ابص على الكاميرا، اخلي دي 100 مثلا. الاقي ان القيمة كده مظبوطة. اضغط على ابديت. اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا اشوف اضاءة صناعية داخلة جوه الفراغ. عندي حاجتين ممكن اعملهم. ممكن ابدأ اضيف الاضاءات بتاعتي كلها على الماكس، وبعد كده اعمل لها سند على الدي 5. يعني مثلا لو انا هشتغل بكرونا لايت
وهعمل بلين بالشكل ده ريكتانجل، وعاوز احطه هنا بالشكل ده، وهديله تارجت، والانتنستي بتاعته خليها 30 مثلا. وبعد كده هعمل من هنا من علامة المصباح خضغط على سند لايتس، وسند لايتس هلاقيها ودت لي اللايتس بتاعتي جوه الدي 5. هلاقي اللايتس نزلت بالشكل ده. طبعا اول حاجة بعملها ان انا بديلها انتنستي قليلة، خليها 5 مثلا. وبعد كده هلاقيها نزلت في جروب. الجروب ده فيه كل اللايتس اللي انت حاططها في الفايل بتاعك. انا بفضل ان انت تمسح الجروب او تعمل ان جروب، وتبدأ تشوف اللايتس اللي موجودة ومحتاجة تتظبط. يعني مثلا اللايت ده شغال، هبدأ اشوف الانتنستي بتاعته مظبوطة ولا لا. وكمان هلاقي ان اللايت ده بقى موجود بالشكل ده، واقدر ازود الانتنستي بتاعته وابدأ اقللها زي ما انا عاوز. هنا هخلي الانتنستي بتاعته 10 او 15، وهخلي التمبريتشر بتاعته على 4000 او 3000، خليها 4000. ولما بضغط على كوميليت هيبدأ الدي 5 يحسب لي حسابات اللايت مظبوطة. هلاقي ان اللايت حاسه ان هو الافكت بتاعه كبير شوية، هخليه 8 واعمل اكيوميليت. هلاقي الحسابات خلصت، وهلاقي ان الدي 5 برضو طلع لي حسابات اللايت مظبوط. طب انا بنسبة كبيرة ظبطت اللايتس، ظبطت الاضاءات بتاعتي. في حاجة برضو بحب اعملها في الافكتس، بحب ان انا اضيف لط بيظبط لك الصورة. لو ضغطت على ابلاي لط هتلاقي ان انت عندك مجموعة من اللطس الجميلة جدا للدي 5 تقدر تشتغل بيها. لكن انا بشتغل بحاجات كاستم. من قائمة الديفولت تبدأ تفتح الكاستم وتبدأ تشوف اللط المناسب ليك. هتلاقي اللطس دي الموجودة في الكورونا العادية، تقدر تشتغل بيها عادي جدا، مفيهاش اي مشكلة. انا اللط الكانون ده بحبه جدا. ممكن ابدأ اخلي قيمته 50 واعمل ديت. انا عندي مشكلة في الاضاءة، حاسسها لاسعة جدا. هبدأ اشوف اللايت لو قللته شوية هوصل لايه. وكمان لو عملت روتيت للصن ان هي تبقى موجودة بس في الشكل ده هنا، او كمان اكتر، خليها هنا بالشكل ده، واعمل ابديت واجرب اعمل اكيوميليت. تمام، حاسس ان الشمس لاسعة برضو شوية. هنخلي الانتنستي بتاعها 0.5 0.35 لحد ما احس ان الاضاءة بتاعتها بقت منطقية ومظبوطة مع الشوت بتاعي. انا كده تمام جدا، ما عنديش اي مشكلة في اضاءة الشمس. عندي اضاءة صناعية كويسة، وعندي دايركشنال لايت داخل من الجزء ده. هعمل ابديت للسين وابدأ دلوقتي اخد شوت تاني. تعالوا ناخد الشوت ده واضغط نيو سين. الجميل بقى في الدي 5 ان انت تقدر كمان تحط لايتس بكل سهولة جدا. من الارقام 1 لحد 4 تقدر تضيف لايتس زي ما انت عاوز. انا هنا مثلا هعمل سفير لايت. بعد ما اضغط على 1 احط السفير لايت بالشكل ده، واديله قيمة قليلة جدا، واخلي التمبريتشر بتاعته عند 3000. اقلل القيمة بتاعته اخليها كده مثلا، بحيث ان الاضاءة دي تكون خارجة من الجزء ده. وكمان اقدر برضو برقم 1 احط سفير لايت عند الجزء ده. Alt 3 او Alt 2 اقدر اشوف الواير فريم بتاعي، واقدر كمان احرك السفير بالشكل ده. ومن هنا هخلي الانتنستي بتاعها برضو زي التانية، واخلي التمبريتشر بتاعها 4500. وبعد كده هعمل اكيوميليت واشوف الحسابات بتاعتي عاملة ازاي. وبعد كده اعمل ابديت تاني. وهنا عندي اللوحة ممكن احط لها سبوت لايت لما اضغط على 2 وارفعها لفوق بالشكل ده، واجيب السبوت لايت من هنا وابدأ احركه بالشكل ده. كمان اقدر اظبط الانتنستي بتاعته واخليها قيمة قليلة، خليها 1 او خليها 3. وبعد كده بظبط التمبريتشر بتاعته، خليها 4000. يلا بينا ناخد شوت برضو للجزء ده. ممكن نبدأ نعمل
الكاميرا ونبدأ نقلل الفيلد اوف فيو بتاعنا بشكل ما، بحيث ان احنا نبين الشوت ده ونشوفه عامل ازاي. اول ما تبقى تمام مع الشوت، انا عاوز ابين دي في يونت مع التشير، هعمل ابديت للسين، وبعد كده اجرب ادوس على اكيميليت واشوف الحسابات بتاعه الاضاءه هتبقى عامله ازاي بالنسبه لي دلوقتي. وانت عندك اللايتس دي لخماك شويه، ممكن تخش على الديسبلاي وتقفل السورس بتاع الاضاءه وتبدا تشوفها، بس طبعا مش هتعرف تمسك السورس لايت. انا هنا محتاج اظبط اللايت ده، محتاج اخلي الانتنسيتي بتاعته 3. انا برضو محتاج ان انا ازود السبيكولر شويه واقلل الرفنس واخليها شويه جراي. ولو انت حابب تعمل شوت ديبث اوف فيلد تقدر تعمل كده. لو حسيت ان الشوت ده محتاج مثلا ان انا ازود له اكسبوجر، ممكن ابدا ازود له اكسبوجر واتعامل على كده. انا هنا مثلا حاسس ان الشوت ده محتاج شويه اكسبوجر وشويه ان انا اقلل في الشادوز، وارجع تاني اعمل سينك واجرب اعمل اكيميليت، اشوف حسابات الاضاءه بتاعتي مظبوطه ولا لا. الاقي ان هي تمام. نرجع تاني الشوتس بتاعتنا، هتلاقي عندي شوت هنا بالشكل ده. ممكن نبدا افتح الشادوز شويه. لو حسيت ان الصوره محتاجه وايت بالانس ممكن ادي وايت بالانس، واللط بتاعي موجود. سين 3 محتاجه الشادوز تقل شويه، هايلايت كمان. الشوت ده جميل. ولو انت من الناس اللي بتحب تعمل ديبث اوف فيلد، تقدر مثلا ناخد الشوت ده وابدا ازود الفيلد اوف فيو بتاعي. خلينا نقف هنا بالشكل ده، ومن على كاميرا هبدا ازود الفيلد اوف فيو، اختار الكومبوزيشن بتاعي مظبوط، ومن على كاميرا هفعل الديبث اوف فيلد واسيت الفوكس على الجزء ده مثلا. ومن هنا هقدر ازود قيمة البلور، هلاقي ان النغبشة بتاعتي بتزيد بالشكل ده. وممكن ازود السين ده كمان. هعمل بقى سين جديد، الجزء اللي فيه البورتريه مع السرير. بعد كده هعمل نيو سين بالشكل ده، واجرب الكاميرا كليبنج بحيث ان انا هاخد قيمة تكون مظبوطة، وانزل تحت شوية. وبعد كده اجرب اعمل اكيميليت واشوف حسابات الاضاءة هتبقى عاملة ازاي معايا. لو انا حاسس مثلا ان انا محتاج اغير لون كوشن معينة او محتاج اغير لون قماش معين، الجميل ان انا من البيس كولر اقدر اغير اللون زي ما انا عاوز. لو مثلا ده حابب اديله نفس درجة البني اللي موجودة هنا، ممكن اعمل كده بالشكل ده، وابدأ اختار القيمة المناسبة اللي تكون ماشية مع الشوت بتاعي. ولو برضو السجادة محتاج ان انا افتحها شوية، ممكن افتحها من هنا من علامة المصباح دي، ممكن افتحها، هلاقي ان الجزء ده بيزيد معايا برضو بيتفتح. او ان انا اغير لونها بالشكل ده، بس طبعا مش هنستفيد حاجة غير ان احنا هنفتحها شوية، لان هي اصلا لونها جراي، فالجراي لون محايد مش هيتفتح زي ما انا عاوز. اهم حاجة برضو ما تنساش تعمل سيف، وعبال ما يعمل ريلود ما تنساش تتابعني على قناة التيك توك وتتابعني على قناة التليجرام. انا بالنسبة لي كده لو دي تسليمة محتاج اخلصها بسرعة، انا دلوقتي تقريبا هقدر اخد رأي الكلاينت بكل سهولة. كل حاجات عملتها على الماكس في البداية، الموضوع كان بسيط جدا. كل اللي انا عملته ان انا ظبطت شوية ريفليكشنز وشوية حاجات على الدي 5. الموضوع ابسط مما تتخيل. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة الريندر. مرحلة الريندر من فوق كده هتلاقي علامة الكاميرا، بضغط عليها ومنها بختار الريشيو اللي انا هرندر بيها. وانا هنا برندر بريشيو مربع. دلوقتي انا هبدا اظبط الشوتس وابدا اعمل لها اكسبورت. فانا مثلا هنا هنزل شويه كده، هاجي على نفس السين بتاعي برضو وابدا اعمل له ابديت. لو كبرت شويه دي 5 هتلاقي ان انا عندي هنا في المربع ده او في الجزء ده بختار الاسبكت ريشيو، وبعد كده بختار البريسيت سايز اللي انا بقدر اتحكم فيها في الريزولوشن بتاعي، وانا بنسبه كبيره برندر بال2K. ومن هنا برضو بتتحكم بالويدث والهايت زي ما انت عاوز. ولو فتحنا هنا شويه برضو هتلاقي حاجه اسمها التشانلز، دي هي دي الريندر اليمنتس اللي انت تقدر تستخدمها وتبدا تشتغل بيها. هعملها على الماتيريال اي دي ده اللي انا بحتاجه بنسبه كبيره. واول حاجه بعملها ان انا بضغط على كيو، هلاقيها ظهرت لي بالشكل ده. هنا
هتلاقي الاجزاء دي هي اللي انت تقدر تشتغل عليها، ودي هي اللي انت بتبدأ تشوفها او تشوف الكاميرات بتاعتك اللي انت هترندرها موجودة في الشكل في الجزء ده. الكاميرا دي بالنسبة لي كده تمام. هبدأ اخش على السين اللي بعد كده وهو سين 3 مثلا. هبدأ اخش على الاسبكتس بتاعتي وابدأ اظبط الشوت بتاعي. انا اخلي الاسبكت بتاعي 1:1. هلاقي ان الشوت بتاعي محتاج ان انا انزل بيه شوية او ان انا ابعد بيه، وبعد كده ازود الكليبنج مرة تانية. حاجة كمان، لو انت حابب تشغل الجريد عشان تبدأ تظبط الشوت بتاعك من قائمة الديسبلاي، هتفتح الجريد وتبدأ تظبط الفيرتيكال بتاعك والمتوازيات بتاعتك. ولو الفلاي بيجري معاك بسرعة ممكن تقلل قيمته ل1 بحيث ان انت تقدر تتحرك برضو براحتك. ومن على سين 3 هعمل له ابديت كده. السين بتاعي المفروض مظبوط. وبعد كده من هنا هختار السايز بتاعي 2K، والتشانلز بتاعتي اللي انا حابب ارندرها هي الماتيريال ID، وبعد كده ازوده على الكيو. وقبل ما اعمل ريندر بعمل حاجة مهمة جدا، وهي اني بخش اظبط الريندر سيتنجز بتاعة الباث تريسنج. الباث تريسنج اضافة جديدة تمت اضافتها على الدي 5 ريندر، والباث تريسنج جميل جدا، بيخلي الدي 5 بالظبط شبيه للفيري والكورونا. من على قائمة الديسبلاي هتلاقي في زرار تحت كده اسمه كاستم سيتنجز. اقدر اتحكم في الجي اي بريسيشن، واقدر اتحكم في الريفليكشن ديبث، وابدا اتحكم في السب ديفيجن. كل اللي بعمله ان انا بخليهم في الميديم، وبسيب دي 64 زي ما هي، عشان كل ما بتزودها كل ما وقت الرندر بيبقى اطول بكتير. بعد كده بفتح الكيو بتاعي، ومن هنا ابدا اختار المكان اللي انا هعمل فيه سيف. انا بعمل سيف في المكان ده وهسميها بيدروم. البريفكس ده الاسم اللي بيجي دايما قبل اي صورة من دول، هتلاقي ان هي بيدروم ايمج 3 وهكذا. اقول له اوتو كلوز دي 5 ريندر. لو انت حابب ان انت تسيب الدي 5 وتنام مثلا، ممكن تعمل اوتو كلوز عشان ما يستهلكش كارت الشاشة ويبوظه. انا بعملها، وبعد كده سيف ريندر، سيف اند ريندر، بيعمل سيف الاول وبعد كده يعمل ريندر. انا هعمل كده دلوقتي، وهتلاقي في نهاية الفيديو ده موجود معانا الصور اللي طلعت بعد ما نخلصها. ولو قدرت اعملها بوست برودكشن وانشرها هعمل كده. ده كده فيديو خفيف لذيذ حبيت اتكلم فيه عن ازاي نقدر نعمل ريندر سريع على الدي 5 ريندر، ونطلع شطات كواليتي بتاعتها تكون معقولة، واقدر اقدمها واسلمها بكل بساطة جدا. دلوقتي انا هسيب الدي 5 يعمل ريندر. ما تنساش تشترك في قناة التليجرام، وما تنساش تتابعني على التيك توك. التليجرام بنزل فيه كل الفيديوهات اول باول، وقناة التيك توك بنزل عليها شروحات، وقريب ان شاء الله على اليوتيوب هننزل كل الفيديوهات دي باذن الله. هتلاقي الريندرز نزلت معاك بالشكل ده، تقدر تبدأ تعدل فيها وتبدأ تعمل لها بوست برودكشن وتطلع معاك بنفس الكواليتي اللي انت شفتها. اشوفكم على خير المرة الجاية. سلام.